ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى نعمل حبة بقسماط في منتهى الجمال والتحفة مع كوباية شاي بحليب بقى في الجو البرد ده. ويلا بقى بينا يا حبايبي على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه 5 كوبايات من الدقيق، تلت كوبايه من الزيت، معلقتين حليب بودر، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقتين من السكر، هضيف معلقه على الخميره ومعلقه في الدقيق. تمام. واحط نص كوبايه كده من الميه الدافيه، واسيب بس الخميره تتفاعل معايا. تعالوا بقى في المواد الجافه، احط معلقه السكر التانية، رشه من الملح، معلقتين حليب بودر. طبعا البودر ده في الحليب البودر ده فايدته ان يديكي قرمشه اكتر وتطعيمه في منتهى الجمال. لو عايزه تشيليه من الوصفه ما فيش مشاكل، حسب راحتك انت. تمام. هجيب بقى الخميره معايا اتفعلت اهيت ما شاء الله عليها. تمام كده اهوت. واخد عليهم كوبايه من الميه الدافيه، حسب برضو ايه ما تاخد معايا السوائل الميه الدافيه. تمام. احط حبه تاني، تعتبر كده خدت مني ايه كوبايه ونص من الميه الدافيه. شايفين عجينه في منتهى الجمال. هسيبها بقى تريح في الجو البرد ده قد تلت ساعه وارجعوا لي تاني. تمام. بعد ما هي ارتاحت معايا، تعالوا بقى نقطعها عشان هنعمل بقسماط رول في منتهى الجمال. ودهنت الصينيه رشه بسيطه قوي من الزيت. طبعا هعمل بقسماطه كده سميكه شويه حسب راحتكم انتوا. لو عايزاها رفيعه مثلا في ايدكم انتوا تقللوا ايه في العجينه، بس انا اخليها ايه سميكه كده بتبقى جميله، احنا بنحبها كده. تمام. بعد ما قطعتها زي ما انتوا شايفين اهي على قد الليمونه، هسيبها بقى ترتاح شويه عشان ايه الفها. طبعا انا هلفها رول عشان بس ايه كل ما بتريح بتبقى افضل في الفرد، ما تمطش معاكي زي الاستيك كده، ايه ما تتفردش معاكي بسهوله. تمام. زي ما انتوا شايفين اهوت، هقلبها بقى كده على وشها اهو، هلفها بقى رول. تمام اوي كده. هضطر بقى اريحها تاني عشان ايه تتفرد برضو معايا البقسماطيه كده ما تقطعش معايا. تمام. هعمل واحده تاني. طبعا بين ده وبين ده كده 10 دقايق في التريح، ما بتاخدش وقت كتير يعني، بتريح حاجات بسيطه كده. تمام اوي كده. طبعا خلصت الكميات برضو، اسيبها تريح شويه برضو تاني بنفس الصينيه، رديتهم تاني. تعالوا بقى نفرد بقى البقسماطه معانا اهي. جبت برضو صينيه زي ما انتوا شايفين اهو، دهنها برضو زيت بسيط. والسمسم اهوت سمسم محمص، نص تحميصه يعني، مش محمص قوي. تمام قوي كده. هسيبها برضو تريح معايا حسب ما انا ما اخلص الكميه اللي قصادي ديت. شايفين؟ طبعا بعد ما ريحت معايا 10 دقايق اهوت، هفردها بقى ايه والفها بالسمسم. هنسهل على بعض كل حاجه النهارده. احط حبه سمسم كده على المفرش اهو، وتلف السمسم طبعا معاه الرول. هو جميل جدا زي ما انتوا شايفين اهو، مفيش اسهل من كده. هجيب صينيه طبعا وهي هرص طبعا البقسماط بتاعي الجميل دوت. لو انتوا عايزينهم ارفع من كده انتوا في ايدكم انتوا ترفعوا الايه العجينه. تمام اوي كده. هكمل بقى كده الكميه معايا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا طبعا بعد ما خلصت اسيبهم طبعا ايه تريح قبل ما ادخلها الفرن. انا هحدد بالسكينه بس مش هوصل للاخر يعني، هحدد بس بقى كده اهوت عشان البقسماطه ايه ما تكشش معايا. يلا بقى ادخلها على الفرن على درجه حراره 140، بتقعد في الفرن بتاع تلت ساعه. عملنا كوبايه حليب شاي بحليب في منتهى الجمال اهوت. شايفين الجمال؟ انا بتكلم بقى في الفرق ده. بصوا انا هقسمها كده نصين اهوت، والقرمشه جميله في منتهى الجمال اهو. الله على الجمال، تحفه. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا، قولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.